السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة بقى كده طالعين رايحين المعمورة، هنقضي يوم بقى كده برا. قلنا نروح بقى المعمورة بتبقى هادية والبحر بتاعها بيبقى جميل، فخدنا أوبر وطالعين على المعمورة كده. ما شاء الله والله بجد يعني. النهاردة الجو حلو، أنا حاسة إن الجو مش حر النهاردة، فاحنا نروح المعمورة. ايوه كده ما شاء الله. بصوا المية بقى في المعمورة، المية جميلة جميلة. في المعمورة بجد البحر نضيف كده، وتحس ان المية رايقة كده وحلوة. قلت بقى ايه، نقف شوية، الجو كان حر جامد. نقف شوية بقى كده في المية. احس حتى، بس انا بحب بس ابل رجلي، بس احس ان انا كده مش حرانة. ايه رأيكم بقى كده في البحر المعمورة؟ جميل والله بجد، والمية متلجة تلج كده. فقلت يلا بقى الواحد يغير جو بقى كده. يا دوب بليت رجلي بس، ما بنزلش البحر، ببل رجلي واطلع اقعد بقى ايه تحت الشمسية. وولادي هما بقى اللي نزلوا في المية، وانا قاعدة بقى قصادهم كده. بس بجد بجد يعني المعمورة جميلة. المية حلوة كده، ولون المية حلو ما شاء الله يعني. فقلت بقى ايه، نطلعوا بقى كده من المعمورة، نروحوا بقى فين؟ نروحوا نركبوا الاتوبيس اللي هو الدورين، عشان لا احنا نروحوا نشتروا الاول حاجة كده، فتح الله. هنروح ندخلوا فتح الله، نجيبوا عايزين شوكولاتة، عايزين حاجة يجيبوا شوكولاتة، وحاجة جابوا حاجات حلوة من فتح الله. ورحنا بقى نزلنا بقى ايه، بيفكروا بقى وقالوا طب ايه رأيكم ان احنا بقى ايه نروح نركبوا الاتوبيس الدورين ونتمشوا. فهناخدوها بقى كده ايه تمشية. في بقى طبعا الترمس في الحر، انا مش بحب الترمس في الحر عشان طبعا الضغط وكده، والحاجات المالحة دي بتتعب. فانا تين بقى، شوك التين، بحب التين الشوكي بقى. كان تين وقعدنا بقى كده في الجو جميل وفي هوا. بس المعمورة بجد بجد مكان احلى مكان. يعني احنا جينا من المعمورة، فقلنا بقى نكملوا بقى ايه، نكملوا نتمشوا شوية بقى هنا قصاد الشقة بتاعتنا دي اللي احنا واخدينها. نتمشوا بقى كده على البحر، وناكلوا حاجة بقى كده، تين فريسكا. حاجات هما بيحبوا الحاجات دي على البحر، يعني بيحبوا الفريسكا والتين. وايس كريم، حاجات من دي بقى كده، ونتمشوا. كل سنة وانتم طيبين يا احلى متابعين. هي مرة بس بنجوها يعني في السنة، فتغيير بقى شوية من قعدة البيت، واحنا على طول ما بنخرجوش يعني، ولا بنروح هنا ولا هنا. يعني على طول في البيت مفيش خروج خالص. فقلنا نروح لنا يومين نغيروا جو. حتى عشان العيال، والله انا إن كان عليا انا بحب البيت وما بحبش اخرج من البيت خالص. بس قلت لا نروح اسكندرية طبعا. نغيروا جو شوية، ونرجعوا بقى ايه عشان الدراسة طبعا. هتبدأ خلاص اهيت، وانا ابني اصلا في الدراسة وكده. فقلنا فرصة بقى نروح لنا يومين نغيروا جو. وما شاء الله بقى الجو بقى بالليل جو هوا وجو حلو. الواحد بصراحة إن كان عليه عايز يقعد بره على البحر كده، والله بجد. هوا حلو وما شاء الله يعني، تغيير بقى كده. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة متابعيني، أحلى متابعين في كل مكان. يا مصر دي أم الدنيا والله بجد، ربنا يخليها كده ونفضلوا دايما كده. آه، في أحلى، تكون في أجمل، أحسن منظر وأجمل مكان. بلدنا مصر في كل حتة في مصر جميلة بصراحة. فكده بقى ايه، نغيروا بقى كده ونتمشوا. وقاعدين بقى كل ما يشوفوا حاجة ايه، طب يلا نقعدوا بقى ايه، نجيبوا فريسكا، نقعدوا شوية بقى كده. وبعد شوية نقوم نتمشوا شوية كده، وقاعدين بقى يعني ما شاء الله يعني. الواحد مش عايز بجد يسيب الهوا، لان طبعا بيبقى الجو بالنهار بيبقى حر.
واسكندرية عموما على البحر بيبقى هوا جامد، يعني ما تحسيش ان انت بقى حرانة ولا اي حاجة. فكل سنة وانتم طيبين متابعيني في كل مكان، يا رب ان شاء الله كده دايما تفضلوا مع طنط هويدا طبخة هنية تكفي 100. واللي مشتركش بقى يشترك. يا احلى متابعين. شو البحر بالليل وزحمة، يعني احنا بالليل اهوت حوالي الساعة 10 والبحر فيه ناس في المية وكده. بس بصراحة احنا كنا طول النهار في المعمورة، يعني احنا قضينا من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 4 واحنا في المعمورة. فطبعا هنروحوا البيت بقى، احنا كنا متغدين وكله بقى طلعنا اتغدينا وكله هناك. وبعدين قلنا بقى هنروحوا الشقة بدري ليه كده، لا احنا نقضوا بقى شوية كمان عشان هنروحوا بقى ايه مفيش نزول تاني. فقلنا لا خسارة بقى، بدل ما نروح الشقة ونقعدوا خلينا بقى على البحر شوية. فبصراحة يعني تمشية كده في الهوا، لان الجو السنة دي بصراحة حر جامد، حر جامد بجد. يعني مفيش يعني احنا يوم ما كنا جايين كنا جايين بقى وهناك عندنا جو حر. بس اول ما نزلنا اسكندرية حسينا بفرق، ان اسكندرية فيها هوا برضو احسن، فيها هوا كده. احنا على البحر بقى كده وقلنا ايه ما شاء الله يعني الجو جميل فعلا. يعني اللي مصيفش بقى يطلع يصيف بقى يومين كده ان شاء الله، يا رب تروحوا يوم واحد تغيروا. التغيير مطلوب والله بجد، لان بيبقى فيه ضغوط وبيبقى فيه اي حد بقى ما بيخرجش. لا لما بيطلع ويغير جو اكيد يعني هيكون احسن بجد. يعني فقلنا كده بقى ايه هنركبوا الاتوبيس الدورين ده ونتمشوا بقى في البلد كده، يعني ما شاء الله. نتمشوا بقى كده. الاتوبيس ده بيطلع من اول المنتزه، من عند قصر المنتزه كده لغاية القلعة كده. فقلنا نركبوا بقى كده ونتمشوا عشان نشوفوا البلد بقى، يعني نشوف اسكندرية كده احسن. الهوا بقى طبعا لما بتركبوا في الاتوبيس كده بتشوفوا البحر وبتشوفوا اي مكان قدامكم، الشارع كله. فاللي ما يركبش الاتوبيس الدورين ما يحسش ان هو بجد شاف البلد كويس. فقلنا نركبوا الاتوبيس الدورين ونتمشوا بقى شوية كده نتفسحوا تغيير بقى كده. هما بجد والله يعني مبسوطين، قالوا لا احنا لو ما ركبناش الاتوبيس الدورين ده هنحسوا ان احنا ما رحناش اسكندرية يعني. فتبقى يعني ايه شايفين كل من الناحية دي ومن الناحية دي، شايفين البلد كلها. فالنهاردة بقى ايه قلت لهم يلا خلاص بقى هما يومين تفسحوا فيهم بقى كده وهنرجعوا بقى تاني ان شاء الله. بس المهم ان تحسوا ان انتوا ايه يعني غيرتوا جو، لان بجد كله بيبقى مضغوط وكده. فقلت لا خلاص اللي هم عايزينه بقى نعملوه، يعني عشان يحسوا ان هم ايه اتفسحوا يعني بجد. ما شاء الله ما شاء الله اسكندرية جميلة جميلة بجد والله. بس اللي ينزل بحر احلى مكان ننزل البحر المعمورة. المعمورة روعة ما شاء الله. كده بقى ايه هنركبوا الاتوبيس. اتوبيس جه هو على طول واقف بصراحة، واحد اتوبيس يطلع وواحد تاني يجي على طول باستمرار، ده على طول يعني. هو كده عند في المنتزه كده. فاحنا بقى نركبوا الاتوبيس بقى كده وناخدوا اسكندرية من اولها لاخرها، نتفسحوا بقى كده ونعوضوا. ما احنا بنجوش اسكندرية بقى الا كل سنة مرة، فخلاص من حقنا. وممكن بنروحوا في الشتاء برضه لو لنا حاجة يعني هنعملوها، بنروحوا في الشتاء برضه. بس ما بنقعدوش يعني، بنروحوا نرجعوا على طول. فقلنا بقى ايه ما شاء الله كده يعني نتفسحوا، نحسوا بقى كده
بس والله انا بحب قعدة البيت، يعني انا عشانهم، بس انا بحب القعدة من النوع اللي انا بحب البيت جامد، يعني مش الخروج بالنسبة لي او السفر. بحس ان هو بيبقى يعني بيبقى تعب. بس ساعات البيت بتكون بحبها اكتر يعني. بس طبعا الشباب بقى بيحبوا يغيروا وبيحبوا يتفسحوا كده يعني. فقلت يلا فسحوني معاكم بقى، طالما انتوا عايزين تفسحوا فسحوني بقى غصب عني كده يعني. انا يعني لو قعدت في البيت بقعد في البيت مش عايزه اخرج. هما اللي بيشدوني بقى خلاص طالما انتوا بقى خلاص لاكم خارجين هخرج معاكم. فتغيير حلو برضو. يلا هو بجد اللي بيقعد بيبقى كسلان يعني. فقلنا يلا نغيروا جو. ما شاء الله بيبان بقى البحر بقى وانتوا راكبين الاتوبيس الدورين. انا بشوف البحر وبشوف المية وبشوف الناس. احسن ما اكون راكبه تاكس او راكبه حاجه تانية، لان الاتوبيس الدورين بتبقى شايفين كل حاجه، بيمشي بالراحه ما بيسرعش. في اي مكان حد عايز ينزل بينزل بيقف على طول يعني. ف احسن حاجه للسياحه فعلا الاتوبيس ده جميل. واسكندريه جميله والله بجد، يعني اسكندريه من احسن بلاد في المصيف يعني. بحب اسكندريه. مطروح حلوة برضو جميلة، بس مطروح بعيدة عننا، يعني مطروح بعيدة عننا مسافة جامدة. وفي انا بصراحة وفيه ايه كمان المصايف بقى اللي هي الحلوة طبعا. في اماكن طبعا جميلة في مصر. عندنا مصايف في كل مكان. من احلى المصايف الساحل والغردقة والحاجات دي. بس احنا بقى ايه، خلينا في القريب لنا. انا بحب القريب لنا يعني. بس هي مصر كلها بصراحة المصايف بتاعتها كلها جميلة ما شاء الله. احنا عندنا اجمل حاجة، اجمل ما شاء الله مصيف عندنا موجود في مصر. جميع المحافظات وجميع الاماكن عندنا ما شاء الله احلى مكان للسياحة والمصايف جميلة بجد. بس طبعا انا الاقرب ليا بحبش السفر اصلا. فانا بحب المكان القريب، يعني اسكندرية قريبة مننا، فده يمكن افضل حاجة. انا بحب كده. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا احلى متابعيني في كل مكان. كل صيف وانتم طيبين، وكل صيف وانتم بصحة وسعادة يا رب، وتجعل ايامكم كلها سعادة وفرح كده ان شاء الله. ما شاء الله يعني متابعيني في كل مكان. بقول لكم بجد والله انا متشرفة بيكم وبتعليقات بتاعتكم الجميلة. وشكرا على التعليقات بتاعتكم، وشكرا على كل اللي دخلولي واشتركوا معايا. ده وجودكم شرف في قناتي بجد والله. وكل اللي يدخل لي اهلا وسهلا بيه، ومنورين قناتي يا احلى متابعين طبخانية تكفي 100 يا احلى متابعين بجد والله. يعني انا بشوف ناس حلوة ياما، يعني انا سبحان الله يمكن حابة القناة عشان طريقة الناس، تعليقات الناس المحترمة، الناس الكويسة. يعني في ناس عندي كويسة وناس محترمة وناس كلامهم حلو. بجد معرفة الناس فعلا كنوز والله. والله بجد يعني انا حابة القناة دي لان انا بحب الناس، بحب معرفتي بالناس. بحب دايما اتكلم، يعني طريقة الكلام مع انا ما شفتكمش، بس من طريقة الكلام التعليقات بتاعكم بحس فعلا ان انتوا ناس كويسين، كأن اعرفكم والله من سنين. ربنا يخليكم كده دايما، وتفضلوا دايما منوريني، ونفضلوا عيلة واحدة كده يا احلى متابعين. بجد انا كل ما بيجيلي تعليق ببقى مبسوطة بيكم ومبسوطة بتعليقاتكم الجميلة. الحمد لله التعليقات اللي بتجيلي كلها تعليقات كويسة وتعليقات حلوة ما شاء الله.
ربنا يخليكم ليا يا رب كده، وما تحرمش من تعليقاتكم الجميلة. لان فعلا بحس ان انتوا كأنكم فاهميني، كأنكم بتعلقولي، كأنكم معاشريني او عارفين طريق. يعني سبحان الله، يقولك الطيبون للطيبات. صح والله. فربنا وعدني بناس طيبين زي كده. انا مش هشكر في نفسي، بس انا بحب الناس المحترمة، وبحب الناس اللي كلامهم بيكون تعليقاته كده محترمة. و... وانا بجد والله يمكن هو ده اللي حببني في القناة، ان انا بعرف ناس من طريقة الكلام، حتى لو في تعليق واحدة بتقولهولي، بكون حاسة هي بتقولهولي باسلوب حلو، وحاسة ان هي يعني انسانة بجد كلامها ذوق زيها كده. فربنا دايما يقدرني كده، وادخل بقى المطبخ كده، وان شاء الله ابدا بقى كده اتنشط كده، واعمل لكم فيديوهات طبخ كويسه. وان شاء الله يا رب كده، انا عايزه دايما دايما كده افضل معاكم في فيديوهاتي تكون مشرفه، فيديوهات كويسه، فيديوهات تكونوا بتحسوا ان انتم يعني عندكم آه، يعني مبسوطين ان انا بعملها، وما انتوا زهقانين بقى من طريقتي في الفيديو، او ان انا اكون خفيفة عليكم. يا رب ان شاء الله اعمل لكم احسن واحسن، واعمل لكم فيديوهات طبخ، فيديوهات مخبوزات، اعمل لكم حاجات كده نتسلوا مع بعض، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واكون يعني معلش بقى يا طنط هويدا يعني ايه آه، بتعمل فيديوهات، يبقى انا فيديوهاتي يعني بسيطة وخفيفة. وان شاء الله يا رب كده دايما تفضلوا منورين قناتي كده يا ربنا، ان شاء الله كده آه، تجعلها سنة سعيدة وصيف سعيد عليكم. وإن شاء الله المدارس بقى تيجي على خير كده، وإن شاء الله كل الطلبة يكونوا ما شاء الله دخلوا الحاجة اللي هم عايزينها، وجعلها سنة دراسية سعيدة يا رب على كل الطلبة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الدراسة. خلاص بقى هانت، كله بقى بيستعد بقى الدروس بدأت، وخلاص كلها 20/9 بقى نبدأوا الدراسة على خير وسلام يا رب. فانتوا بقى غيروا جو في الوقت اللي هو اجازة، من حقكم تغيروا، روحوا تفسحوا شوية، تغيروا شوية قبل ما هتيجوا بقى، هتيجي الدراسة هتلاقيكم مش عارفين ولا تطلعوا ولا تروحوا ولا تيجوا. فالجدعان اليومين دولت كده، اللي عايزة تخرج، اللي عايزة تغير جو، اللي عايزة فرصة بقى ان اجازة يعني. بس في دروس بدأت يعني دروس الثانوية العامة بدأت، الدروس كلها بدأت كده. فإن شاء الله يا رب كده تجعلها سنة سعيدة على كل الطلبة، اللهم امين. ما شاء الله يعني بجد غيروا كده وتلاقوا نفسكم متضايقين. ان شاء الله يا رب تروحوا يوم وترجعوا، يوم وترجعوا فيه، حتى لو عندكم دروس ولا حاجة